بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده التاسك بتاعتنا بدأنا نطلع للليفل المتوسط، وان شاء الله التاسك دي هتكون من افضل التاسكات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك تشتغل عليها في الجافا سكريبت، لان الكراد سيستم هو من ضمن الحاجات المهمة حقيقي اللي بتلاقيها في اي سيستم تشتغل عليه او اوبريتنج سيستم عامة، زي مثلا خلينا نقول الفيسبوك معتمد اعتماد كلي على الكراد سيستم، لان انت بتضيف وبتاد وبتسيرش وبتمسح وبتعمل كل الكلام ده ملخص الكراد سيستم. تقدر تضيف منتج، تضيف بوست، تمسح بوست، تعدل بوست، ده الكراد سيستم. فده موجود في اي سوفت وير في الدنيا انت بتبدأ تتعامل معاه. حلو. طيب، فكرة التاسك النهاردة، أنا كنت أتمنى إن أنا أبدأ أشتغل معاك ال CSS بالكامل، ولكن هنا أنا اتعمدت أشتغل بوت ستراب عشان ينجزني بس في البنية بتاعة ال HTML وال CSS، لأن أنا محتاج أركز أكتر على اللوجيك بتاع التاسك بتاعتنا. تعالى كده نبص بصة سريعة. أنا محتاج بس تكون فاهم حاجة قبل ما نبدأ نشتغل في المشروع، عشان زي ما أنا قلت لك أنا بكون ماشي معاك أكنك قاعد قدامي بالظبط. البروجكت بتاعنا هيكون ماشي كالتالي. طبعا احنا الكلاس سيستم احنا بنقدر ان احنا نكريت اليمنت او نكريت برودكت زي ما انت شايف قدامك، كل ده ستاتيك معمول بايدي. تقدر تابديت، تقدر تديليت، تقدر تسيرش، تقدر تمسح كل الكلام دوت، او يعني تديليت اول. فده فكرة الكرود اللي احنا هنعملها. هو هيكون في فيديو واحد، الله اعلم حقيقي وانا بسجله النهارده هيكون مدته قد ايه، هيقعد معانا قد ايه. ولكن انا اعتقد ان الفيديو بتاع الكراد هياخد وقت كبير جدا، بس انا هقسمها ليكم في نفس الفيديو. يعني مثلا لو دخلنا على جزء الكرييت، فاحنا هنكريت ونعرض الداتا بتاعتنا، مثلا ده هيكون في فيديو اللي هو يعني في جزء اول. بعد كده هيكون في فاصل في النص للمثلا الابديت، في فاصل في النص للديليت، في فاصل في النص للسيرش، وهكذا. هبدأ اعملهم فواصل بحيث ان انت تكون وانت بتذاكر او بتشوف الفيديو فاهم الدنيا هتكون ماشيه ازاي. ولكن هو هيكون فيديو واحد متجمع فيه الكراد. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش في المقدمه اكتر من كده، وتعالى نبدأ ندخل نشوف ال HTML بتاعنا. ال HTML بتاعي انا اتعمدت ان انا احط فيه لينك CDN على طول عشان انجز شغلي بصراحه. طبعا احنا وضحنا الحته بتاع CDN دي هتبقى فيها مشاكل طبعا، واتكلمنا على CDN عموما يعني بشكل عام قبل كده. حطيت الفونت اوسم CDN برضو، حطيت فايل الستايل بتاعي اللي انا هشتغل عليه وبس كده. طيب، قسمت ازاي الكود؟ قسمتها تو سيكشنز، سيكشن للتيبل وسيكشن للانبوتس بتاعتي. السيكشن بتاع التيبل استخدمت كل الكلاس بتاعت البوت ستراب، قسمتها رو كولومز عشان يبقى ريسبونسيف معايا الكراد، عشان هنرفعه بعد كده في الاخر على الجيت هاب ان شاء الله يعني في اخر الفيديو. ممكن ما نرفعوش على حسب يعني، عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده يعني. هتلاقي هو كلها عبارة عن انبوتس بالشكل اللي انت شايفه، كل انبوت بالليبل بتاعه، كل انبوت واخد اي دي على حسب هو مثلا هنا الكاتيجوري، فهتلاقي اسمه برودكت كاتيجوري انبوتس وهكذا. طيب، ده لحد السكشنز. بعد كده دخلنا على التيبلز، فالتيبل كريت التيبل بالشكل ده. طبعا كلاس تيبل ده هو اللي بيعمل لي الشكل اللي انت شايفه قدامك، ان هو بعد كل لاين بيبدأ يعمل الخط اللي انت شايفه. عظيم جدا. كريت التي هيد بتاعتي كلها، وبعد كده كريت التي بودي بتاعتي اللي انت شايفها دي. ان المفروض ان انا كل منتج بضيفه بيتكريت معاه زرار للتعديل وزرار للديليت. طيب، ده كده بالنسبه للستايل. وطبعا هنا الاد برودكت، المفروض ان الراجل ده لما يبدا يملى الفورم دي يدوس على اد برودكت يبدا يعرض الكلام ده كله. سمي الله معايا قبل ما نبدا نشتغل، ويلا بينا ندخل على التاسك. ماشي، يلا بينا نبدا في الجافا سكريبت ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا هنا هنبدأ نخزن كل الفاريبلز بتاعتنا. لو احنا جينا فكرنا فيها كده واحدة واحدة، انا محتاج الراجل ده هيكتب هنا شوية بيانات، صح؟ البيانات دي هو الراجل ده اول ما يكتبها انا ابدأ، اول ما يدوس على الزرار ابدأ اخد منه الداتا دي، صح كده؟ فانت كده هتقول لي انا محتاج اعمل ايه. فكر كده معايا قبل ما تكتب كود، محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا امسك كل الانبوتس دي والزرار كمان. والزرار كمان ليه؟ طالما انا هتعامل على اكشنز معينة في الحاجة بتاعتي، يبقى انا محتاج امسكها بالجافا سكريبت. طيب، الموضوع سهل وبسيط. انا ديت الانبوتس على طول خدتها قط وحطيتها ضفتها، تعال نتناقش فيها. انا عملت كونست لكل فاريبل انا محتاج امسكه. زي الانبوت نيم، هتلاقي طبعا هناك انا كنت مدي لكل واحد فيهم اي دي في ال HTML. لو انا جيت عملت كده index.html هتلاقي ان انا مدي لكل انبوت اي دي بالشكل ده. product name input، product category input، product price input، product discount input، نفس الفكرة بالظبط كده. فكل حاجة منهم انت كاتب فيها
او يعني يعتبر احنا ايه ملخصينها ان الموضوع يكون سهل علينا، فابتديت ان انا امسك كل الاليمنت دي بالجيت اليمنت باي اي دي، الموضوع سهل ومسكت الزرار كمان. طيب عايز تعمل ايه؟ قلت له بص المفروض ان اليوزر اول ما يكتب حاجه في الانبوت ده، طب ما تيجي كده نفكر فيها واحده واحده، انت مش كده كده ماسك الزراير دي هناك او الانبوتس دي هناك. لو انا جيت هنا قلت له برودكت مثلا وليكن نيم انبوت، بص هو عملت ايه لما وقفت عليه؟ حدد لك الانبوت نفسه. قلت له ايه بقى؟ دوت الفاليو. بص كده وريني كده الفاليو بتاعته فيها ايه. بص وجيت عملت كده هتلاقي ان هنا الفاليو بتاعتها فاضيه. بص هو بيقول لك فاضيه، طب انا لو كتبت له هنا فيها اوبو مثلا، وجيت رحت عامل كده، رحت دايس انتر، بص بقت ايه؟ بقت اوبو. يبقى انا محتاج اسحب من الانبوتس دي ايه؟ محتاج اسحب من الانبوتس دي الداتا اللي موجوده او الفاليو اللي موجوده. طب انا هسحب كل انبوت لوحده؟ لا، هقول لك فكر كده، احنا لما كنا بنشرح الجافا سكريبت قلنا ان احنا لو انا عندي داتا راجعه لاكتر من حاجه، او يعني مجموعه بتعبر عن شخص واحد، قلنا في حاجه او في داتا تايب بتعمل الكلام دوت، بتجمع لي كل البرودكت دي او بتجمع لي كل الداتا اللي ليها علاقه بالراجل ده، كنا قلنا اسمها ايه؟ اوبجكت، صح؟ فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ اوبجكت اسمه برودكت اخد فيه الفاليوز دي. تعال نفكر فيها واحده واحده. فانا محتاج ان انا اعمل هنا فانكشن، صح؟ الفانكشن دي وليكن اسمها add product. طب عظيم جدا، دي عباره عن فانكشن بالشكل ده، والفانكشن دي مثلا بتعمل console.log ل add product بالشكل ده. طب هتشتغل دي امتى؟ اعمل حاجه قلت له لما الراجل ده يدوس على الزرار، صح؟ احنا محتاجين ان الكلام ده كله او الداتا دي تبدا تتسحب لما ادوس على الزرار. طيب هنعمل add product btn دوت add event listener، لان انت محتاج الراجل ده يعمل ايفنت لما يكليك يبدا يشغل الفانكشن ديت. دي شكل. ممكن نعمل ايه؟ انا ممكن ما اعملش كده، ممكن اخد انونيمous فانكشن واشتغل عليها هنا واحط كل الاكواد بتاعتي جوه الاد ايفنت listener او جوه هنا في الحته دي. وده احنا اتعودنا عليه وده اتعودنا عليه، بس تعالى نشتغل كده. احنا ممكن هنا نكتب ايه بقى؟ start add product logic. نبدأ نفكر فيه هنا واحدة. احنا قلنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ مش عايزين نطبع، صح؟ احنا ممكن نعمل variable اسمه product، ده عبارة عن object، صح؟ طيب ده هيعمل ايه البرودكت ده؟ قلت له هيبقى مجمع كذا حاجة. الراجل ده هيبقى مجمع النيم بتاع البرودكت، صح؟ ويبقى مجمع ايه؟ يبقى مجمع الكاتيجوري، صح؟ وهيبقى مجمع البرايس، خليك ماشي معايا واحدة واحدة، وهيبقى مجمع الديسكاونت. دي كلها مسميات الاوبجكت بتاعي اللي انا هرجع فيها الفاليوز دي. طيب وهيبقى مرجع ايه تاني؟ احنا قلنا برايس ديسكاونت كوانتيتي 1 كوانتيتي. حلو. وهيرجع بعد كده ايه؟ الديسكريبشن. طيب دي الداتا اللي هترجع لك. طب هترجع لك منين؟ مش احنا قلنا ترجع من الفاليوز، صح؟ او من الانبوتس اللي موجوده. طب يعني ممكن اقول للراجل ده هنا دوت الفاليو، هقول لك غلط، ما انت هنا لما بتكتب دوت الفاليو زي ما عملناها في البراوزر جاب لك الفاليو فاضيه، لان كل الجلوبالز دول اول ما انت بتفتح البروجكت بتاعك بيرنوا او بيشتغلوا، فهم فاضيين دلوقتي. انت محتاج تسحبهم امتى؟ اما الراجل ده يدوس على الزرار، اما يملى فيهم داتا، صح؟ فانا محتاج اعمل ايه؟ اقول له هات البرودكت نيم انبوت دي هنا كده، قول له ايه يا عم الحاج؟ دوت الفاليو زي ما احنا عملنا هناك. طيب وبعدين ونفس الكلام برضو هتيجي هنا ايه؟ البرودكت كاتيجوري انبوت، وتقول له دوت الفاليو بالشكل ده. طب وبعدين قلت له برضو نفس الكلام، البرايس هاخد البرايس هنا واحطها فين؟ في الحته دي، دوت ايه؟ دوت الفاليو، صح؟ شاطر. وبعدين الديسكاونت نفس الفكره، هات الديسكاونت يا عم الحاج وخلوا لي ايه؟ دوت الفاليو، لان انا محتاج الداتا اللي ترجع لي تكون دايناميك، ما تبقاش ثابته، يعني انا مش محتاج ان انا اكتبها بايدي. طيب بعد كده الكوانتيتي، هات الكوانتيتي يا عم الحاج دوت الفاليو. طب وبعدين الديسكريبشن برضه، ما هو الراجل ده يكتب وصف، تعالى هنا دوت ايه؟ دوت الفاليو. طيب تعالى بقى نجرب دلوقتي كده نطبع البرودكت نفسه، الاوبجكت بقى اللي هيطلع لي من الكلام ده. يبقى الراجل ده يعمل ايه بقى؟ اول ما يدخل هيملى الداتا بتاعته، اول ما يدوس على الزرار يبدا يسحب الفاليوز دي. فجيت انا كتبت هنا اوبو، كتبت كاتيجوري موبايل مثلا،
كتبت برايس 9000، كتبت ديسكاونت مثلا 300 جنيه، الكوانتيتي 50، الديسكريبشن جود. تعال ندوس على اد برودكت وتعالى كده نشوف، هتلاقي الراجل ده كاريت لك ايه، ادي كاتيجوري وادي الديسكاونت وادي البرودكت بتاعي. عظيم جدا. طب احنا كده وصلنا لمرحله حلوه قوي. طيب ما تيجي كده نخلي ده بدل اوبو بقى مثلا نوكيا، ونعمل كده اد. ايه ده لا لا استنى بقى، بص كده ركز معايا. انا فين البرودكت القديم بتاعي؟ ده مش موجود. ده الراجل ده مسح عمل اوفر رايت. هقول لك صح، هو عمل اوفر رايت. طب هو عمل اوفر رايت ليه؟ لان هو ده طبيعه الاوبجكت. انت بتطلع اوبجكت اسمه برودكت، لو رحت واخد البرودكت ورحت قايل له برودكت دوت نيم خليها باحمد، هيشيل ايه؟ هيشيل اوبو ويحط احمد، صح؟ فبيعمل اوفر رايت، ده الطبيعي. طب احنا مش عايزين نعمل كده. قلت لك يبقى الحل الوحيد اللي احنا هنلجأ له ان انا الداتا اللي هتجيلي ابوشها في اري، اجيب لها كونتينر كده خزنه فيها. كل يا باشا ما تحب تضيف منتج حط لي اوبجكت 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 اوبجكت، زي ما خدنا وتعلمنا في الاي بي اي. الداتا بترجع لك على هيئه ايه؟ اري اوف اوبجكت. فده اللي احنا عايزين نوصل له. يبقى انا هاجي اعمل هنا ايه بقى؟ هقول له كونست كده ونسميه مثلا برودكت كونتينر ايكوال اري فاضي. كونست. طيب وبعدين قلت له بص بقى تعالى نعمل حركه حلوه قوي. انا اقول للبرودكت ايه؟ البرودكت كونتينر بتاعي ده انا عايز اقول له ايه؟ دوت بوش. طب هتبوش فيه؟ قلت له هبوش بقى فيه الاوبجكت بتاعي اللي انت لسه قايل لي عليه من شويه ده. طيب تعالى كده بقى نشوف احنا عايزين نطبع مين. هقول له كونسول دوت لوج للبرودكت كونتينر دلوقتي، مش للبرودكت نفسه، مش للاوبجكت، لا ده انا هعمل ايه؟ هطبع ده. انا محتاج اطبع الكونتينر بتاعي اللي هو الاري ليه؟ عشان اشوف الداتا اللي بترجع لي. طيب تعالى كده نكتب هنا اوبو موبايل 5000 50 100 مثلا جود، ورحت دايس على اد برودكت. الراجل ده راح عامل لك ايه؟ بص بص كده ركز معايا، اري اوف اوبجكت في اول منتج بتاعك اهو. طب خليت دي نوكيا، دوست اد، بقى ايه؟ اري باللينس بتاعه بقى اتنين، بقى في اتنين اوبجكت. بص اوبو ونوكيا. خليت دي مثلا شاومي مثلا، دوست اد نفس الفكره، تلاقي اوبو، وهتلاقي كل اوبجكت عباره عن ايه؟ عن الداتا بتاعته. كده احنا عملنا ايه؟ ده الحل الامثل اللي احنا قدرنا نوصل له، ان انا اضيف الاوبجكت بتاعتي دي عشان هي بتعمل لها اوفر رايت، لا اضيفها في اري، والاري ده يبقى مخزن الداتا بتاعتي. طيب احنا كده عملنا اول مرحله بتاعت الاد برودكت. تيجي نعرض، بدل ما انا الداتا عندي كده حاططها انا ثابته هنا وما بتتحركش، تيجي نعرضها، ناخد بقى الداتا اللي اليوزر بيضيفها دي، نبدا نعمل لها ديسبلاي هنا او نعرض الداتا دي. تعالى نعمل دوت. طيب احنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه بقى؟ نعرض الداتا بتاعتنا، صح؟ طيب هنعرض انهي داتا؟ انا محتاج ان انا التي ار بتاعتي اللي كانت معموله هنا، بص كده لما نيجي هنا، احنا الداتا ديت اللي كانت معروضه اللي هو التي ار بتاعتي اللي انا عاملها استاتيك بالشكل ده. انت لو جيت هنا رحت واخد السطر ده كده التي ار دوت وفضلت تكرره اكتر من مره كده، فانت كل مره بتعمل ايه؟ بتعمل تي ار بالشكل ده او بتضيف منتج جديد. بس هنا المنتجات دي كلها ستاتيك، صح؟ فاحنا محتاجين ان احنا نحول الكلام دوت لدايناميك. طب دايناميك ازاي؟ عايز ان الراجل ده بدل ما هو بيعرضهم لي في الكونسول، لا يبدأ كل مرة يكريت لي رو من دي جديدة. طب هعمل ده ازاي؟ طبعا اول حاجة احنا هنرجع عليها هي الفانكشن، فهنعمل فانكشن كده بتعمل ديسبلاي برودكت. دي عبارة عن فانكشن. الفانكشن دي هتعمل ايه؟ قلت له والله الفانكشن دي خليها ممكن تعمل كونسول دوت لوج لي مثلا ديسبلاي برودكت، عشان نشوف بس احنا الاول عايزين نشغلها ازاي. احنا بنمشي واحده واحده عشان نبقى فاهمين بس الفكره. هتقولي الفانكشن دي محتاجه تشتغل يا هندسه لما الراجل ده يجمع الاوبجكت بتاعه ويبص في الاري، صح؟ اول ما يبص في الاري يبدا يعرض، صح؟ يبقى انا محتاج اكول الفانكشن دي فين؟ هنا. جدع. كول فانكشن في الحته دي ليه؟ عشان يرجع بعد كده يلاقي الفانكشن فيبدا يروح يبص عليها امتى؟ بعد ما يبص في الاري بتاعه ده يبدا يعمل ايه؟ يحط الكلام دوت او ينده على الفانكشن دي. بص كده لو جيت بصيت معايا في الكونسول، انا لما هعمل اد برودكت دلوقتي الراجل ده عمل ايه؟ عرض وبش في الاري، صح؟ عرض وبش في الاري، عرض وبش في الاري، وده اللي انا عايزه. ان الراجل ده يعمل ايه؟ هيبش وبعد كده يعرض، يبش بعد كده يعرض، على حسب الترتيب بس بتاع الكود يعني بتاعي. هو الكونسول هنا نفسها هي اللي ايه؟
اللي متاخره المفروض بيبش، فانا بطبع البرودكت. بص كده هتلاقيه بيبش وبعد كده بيعرض، يبش ويعرض، يبش ويعرض زي ما انت شايف كده. فده كلام جميل قوي، بس انا مش عايزه بقى يعرض هنا، انا عايزه يعرض في الرو ده. طيب ممكن نفكر فيها ازاي؟ تعال نسيبك بقى من الكونسول ده خالص كده، وتعال نفكر كده ان انا ممكن، انا محتاج ان انا اكريت كل مره تي ار جديده، صح؟ يبقى انا محتاج اكريت اليمنت، صح كده؟ هنعمل element والكلام ده كله. طب ما احنا ممكن نعمل حاجة أجمد، احنا مش ممكن ناخد الكود اللي في ال HTML دوت بالinner HTML فيترجم هناك لكود لما ابشه هناك في ال HTML؟ بستنى كده افكر. طب امشي معايا واحدة واحدة. لو انا جيت عملت ليت كده وليكن مثلا زحليقة، حلو، زحليقة. مين الزحليقة ده؟ انا قلت له الزحليقة ده هيبقى حاجة سترينج كده فاضي مفيهاش اي حاجة. طب وبعدين قلت له والله بص، احنا محتاجين ان احنا كل مره الراجل ده يدوس فيها على الزرار هيعدي على الاليمنت بتاعته ويعرضها لي، صح؟ هتقول لي صح. فكده يبقى احنا محتاجين نلجأ لان احنا نعمل ايه؟ فور لوب، صح؟ هنعدي على الفور لوب دي على مين بقى؟ مين الكونتينر بتاع اللي انا هعدي عليه؟ اللي هو هيبقى فيه الاليمنتس بتاعتي كلها، الاوبجكت اللي انت هتبقى تضيفها، صح؟ فيبقى الاري بتاعي هو مين؟ هو الراجل ده، هو البرودكت كونتينر ده. طب وبعدين بقى؟ قلت له مش انت كنت عامل حاجه اسمها زحليقه كده فوق؟ الزحليقه دي كنا عاملينها حاجه فاضيه كده عشان نكون كات عليها، عايزين نلزق فيها، نلزق فيها سترينج مسج كده، بس هتبقى عباره عن ايه؟ قلت له هتبقى عباره عن تاجز HTML اللي هي الرو بتاعتك دي يا جميل. طب وبعدين؟ تقول لي انت هتيجي تدي الراجل ده اي دي اسمه شو داتا عشان تبشهم هنا في الحته دي. طيب انا كده بدات افهمك ان انت قصدك هتحط الكود بتاع ال HTML اللي هنا وتنزل تحت تقول له بعد ما تضيف دول او تكونكاتهم تدخل على الدوكيمنت تجيت الاليمنت اللي واخد الاي دي اللي اسمه شو داتا، صح كده؟ وتبدا تعمل له دوت انر HTML. ده اللي انت عايز تعمله، صح؟ هقول لك مظبوط. تعالى هنا دوت انر HTML ايكوال مين بقى؟ الكرتون او اللي هو الزحليقه بتاعنا ده. حلو. طيب تعالى نشوف. بعد كده نسمي الله ونجرب. لو انا جيت دوست على اد برودكت هتلاقي بص كاريت برودكت اهو، دوست على اد برودكت تاني كاريت برودكت تالت، هتفضل طول ما انت بتدوس هو عمال بيكاريت عدد البرودكت اللي انت. بس هنا برضو ستيل ده هم ستاتيك. ايوه ما انا معاك ما قلتش حاجه، بس احنا دلوقتي بناء على الاكشن اللي بيحصل الراجل ده بقى بيعرض. فده كويس ان احنا وصلنا لمرحله زي كده. بس انا عايز اغير الداتا اللي موجوده دي. قلت لك جميل قوي. مش احنا فوق هنا ده الاوبجكت بتاعي، صح؟ اللي هو الاري اوف الاوبجكت ده اوبجكت واحد، صح؟ اللي هو عندي برودكت كونتينر. بص كده لو احنا جينا هنا بصينا هتلاقي الراجل ده. لو انا جيت هنا قلت له برودكت اوف او برودكت كونتينر اوف زيرو هيعرض لي مين ده، صح؟ طيب لو انا جيت هنا رحت قايل له بص كده برودكت كونتينر وقلت له اوف زيرو، بص عرض اول واحد اهو، قلت له دوت نيم، هيبدأ يعرض لي مين؟ النيم بتاع أول واحد اللي هو الأوبو ده. ده اللي المفروض يحصل، صح؟ اللي هو أنت كده كده عشان عندك أنت هنا سايبهم فاضي، هنا الناس دي كلها فاضية. حلو؟ طيب تعالى كده نعمل ريفرش لأن هو هنا بيسحب الفاليو نفسها، مش بيسحب أنت هنا مش حاطط له داتا، الداتا دي كلها ستاتيك، هو بيسحب الفاليو اللي هنا. طب انت عايز تقول له ايه؟ قلت له مش شايف البرودكت كونتينر ده؟ انت بدل ما بتقول له الاوبو كده وبتسكت، لا قول له ان دوت دولار ساين كده عشان تعرفوا ان ده سترينج مسج هتتكتب، ان دي قصدي مش سترينج مسج، لا ده فاريبل هيتكتب او حاجه هتتكتب ليها قيمه. طب وبعدين قلت له بص اوف زيرو، وبعدين قلت له دوت النيم، مش احنا عندنا فوق نيم، صح كده؟ هتروح تجيب لي النيم بتاعه. طيب تعالى كده نشوف. لو انا رحت جاي هنا كتبت له اوبو، او بلاش اوبو بقى، تعالى نكتب اي حاجه تانية مختلفه، نوكيا، عشان تبقى مختلفه عن اللي هناك، ودوست على اب برودكت. بص عمل ايه؟ هو الحاجات دي كلها ثابته بس غير النيم، صح؟ بتاع مين؟ بتاع الاوف زيرو ده. طب انا مش عايز الزيرو، انا هقول له عايز الاي. ليه؟ عشان اي حاجه تتكتب تبدا تاخد مكانها حسب الاندكس. طيب نفس اللي انا عملته ده اعمله فين؟ اعمله تحت. ان الراجل ده مش هيبقى موبايل، ده هيبقى ايه؟ هيبقى كاتيجوري، صح؟ فانا اقول له ايه؟ دوت كاتيجوري. طيب وهنا قلت له والله الراجل ده هيبقى برايس، جدع. قلت له الراجل ده هنا هيبقى ايه؟ هيبقى ديسكاونت، صح؟ ده اللي احنا عاملينه هناك او اللي عاملينه فوق في الاوبجكت اهو، اللي انا ما اجيبش الكلام ده من عندي، بجيبه من هنا اهو. طيب وبعدين قلت له والله بعد كده الراجل ده في عندي الكوانتيتي، فتعالى هنا يا باشا هات لي ايه؟ الكوانتيتي. طب وهنا الديسكريبشن، قلت له والله الراجل ده عامل حاجه اسمها ديسكريبشن. طب والبوتونز دي؟ لا ما انا كده كده محتاجه كاريت بوتونز. بص كده لو دوست اد برودكت دلوقتي من غير ما اعمل اي حاجه هيسيبها لك كلها فاضيه لان انت مش كاتب داتا. طيب تعالى نعمل ريفرش كده ونكتب هنا ايه؟ نوكيا، نكتب هنا
كاتيجوري موبايل، نكتب هنا 9000، نكتب هنا 500 جنيه خصم مثلا، هنا العدد 300، نكتب هنا جود موبايل بالشكل ده، ونعمل اد برودكت. هتلاقيه راح عمل ايه؟ عمل لك الاد برودكت بالشكل ده. طيب دلوقتي مهمتنا في ان احنا بقى نعمل ايه بعد كده. انا دلوقتي لما باجي اعمل ريفريش للموقع بتاعي كل حاجه بتطير من عليه، فاحنا عايزين نبدا نخزن الكلام ده. طيب تعال نتكلم فيها في الجزء اللي جاي. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ على كده احنا محتاجين ان احنا قلنا ان الراجل ده وهو بيقاد البرودكت بتاعتي، آه لو جيت عملت ريفريش الكلام ده بيطير. طب هل ده ينفع لو انا عامل سيستم لشركه والراجل ده جه حط المنتجات بتاعته قبل ما يروح وجه تاني يوم الصبح ما لقاش موجود؟ بس انا راجل لسه غلبان على قد حالتي معيش سيرفر. هتقول لي صح، تقول لي لو كده هعمله على سيرفر وارفعه على سيرفر، مظبوط، مش هقول لك لا، ولكن هيبقى عندي مشكله كبيره هتقابلني، ان انا دلوقتي معيش فلوس ان انا اجيب سيرفر، او معيش ان انا اشتري مثلا سيرفر. هعمل ايه؟ في حاجات تبع الويندو احنا بنتعامل معاها اسمها اللوكال ستورج، وهي مساحة تخزين بتكون موجودة على البراوزر، بتقدر انك انت تتعامل عليها او تبدأ تحجز مساحة عليها وتخزن فيها الحاجة بتاعتك. كنا شرحناها قبل كده في جزء الجافا سكريبت. طيب نستخدمها ازاي وانت محتاج تخزن ازاي الداتا بتاعتك؟ هنيجي نعمل مثال بسيط جدا. انت محتاج تخزن الداتا دي امتى؟ اما تعمل لها بوش، صح؟ طيب يبقى محتاج ان انا الداتا بتاعتي دي تتخزن في الحته دي، فانا هاجي اقول للراجل ده ان انا هعمل هنا لوكال ستورج دوت سيت ايتم، صح؟ وقلنا ان السيت ايتم دي هي اللي بتعمل ايه؟ بقدر اسيت فيها الايتم، ان انا بديها مثلا وليكن هنا الكي بتاعي اللي هو برودكت، ان انا هخزن برودكت، وبديها الفاليو اللي انا عايز اضيفها اللي هي مين؟ الكونتينر بتاعي ده اللي انا عايز اخزنه، صح؟ وكنا واجهتنا مشكله كبيره في حته اللوكال ستورج، ان انا ما ينفعش احط هنا اري او داتا تايب، لازم احط سترينج، لان هو حتى لما تيجي تقف على السيت ايتم بيقول لك الكي والفاليو لازم يكونوا سترينج. فقلنا بنحل المشكله دي عن طريق الجيسون اوبجكت نوتيفاي او نوتيفيكيشن او اللي هي نوتيشن، سوري. فبالجيسون اللي هو الشكل ده كان عنده ميثود اسمها دوت سترينجفاي، ودي كنت ببعت لها الاري بالشكل ده كده. طيب فانت لو جينا هنا كده بصينا وجيت انا رحت عامل ايه بقى؟ قلنا ان احنا بنيجي هنا بنلاقيها في الابلكيشن بتاعنا، لو دخلنا بنلاقي اللوكال ستورج بتاعتنا، وادي اللوكال ستورج فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طيب عايزين نبدا نخزن. لو انا جيت هنا عملت كده النيم اوبو، جيت هنا مثلا موبايل، جيت هنا مثلا 9000، جيت هنا كاونت او ديسكاونت 500 جنيه، هنا 200، وهنا جود بالشكل ده، وعملت اد برودكت، هتلاقي الراجل ده ضاف لك برودكت وحط لك فيه ايه؟ اللوكال ستورج بتاعتك، او خزنه لك هنا. ولا افضل تعمل اد هو عمال بيعمل ايه؟ بيخزن تحته. بس بمجرد ما انت تعمل ريفريش برضو الداتا اتمسحت، صح؟ بس اتمسحت منين؟ من البراوزر، بس ما اتمسحتش منين؟ من اللوكال ستورج. يعني معنى كده ان هي موجوده بس انا ما رجعتهاش. طيب ابدا ارجعها ازاي؟ انت عايز تبدا ترجعها امتى؟ انت لما بتعمل ريفريش كده اكنك بتبقى اول مره تفتح الموقع، صح؟ طيب فانا عايز اشغل كود او اعمل كونديشن، الكونديشن ده يسال اللوكال ستورج لو عنده داتا يبدا يعرضها لي، صح؟ فانا هاجي اقوم عامل ايه بقى هنا كده؟ طالع فوق خالص كده، وهعمل هنا مثلا ايه؟ display data from local storage. طيب هعمل ده ازاي؟ هاجي اسال سؤال كده، اقول if condition كده اللوكال ستورج دوت جيت ايتم. ليه جيت ايتم؟ عشان هسال انت عندك ايتم. لو انت عندك ايتم، طيب ايتم جيت ايتم، تعالى كده، لو انت عندك ايه؟ ايتم، عايز تعمل ايه؟ احنا عندنا غلطة هنا، معلش نرجع كده تاني. if condition local storage dot get item بالشكل ده كده، ونعمل الكلام ده. طيب ايه اللي انت عايز تعمله في الجيت ايتم؟ ماشي، هو ده الايرور بتاعي اللي مسبب لي المشكلة. احنا محتاجين نشوف احنا في مشكلة عندي هنا في الحتة دي، صح؟ ماشي، هنا دوت بس كده، انا كده زي الفل، ودوت زيادة، جميل كده. طيب فاحنا اللوكال ستورج جيت ايتم، انت عايز تسأل على مين؟ جيت ايتم ده بياخد ايه؟ بياخد الكي اللي انت ضفته اللي هو اسمه ايه؟ برودكتس، صح؟ اللي هو احنا ضفناه هنا، ده الاسم بتاعه الكي. فانا اقول له انا عايز اسأل على الراجل ده. معنى ان انت قلت له اف كونديشن كده وسكت، في الحالة اللي زي كده بترجع لك دايما بترو، يعني كده معناه ان في داتا. او ممكن اقول له ايه؟ طب يعمل حاجه كده، شوف لي اللوكال ستورج جيت ايتم اللي اسمها برودكتس دي نوت ايكوال نل. يعني ايه نوت ايكوال نل؟ يعني هل في داتا؟
بص كده نوت ايكوال نل. مش انت المفروض اصلا لو اللوكال ستورج دي جيت سالتها قلتها انت معاكي الداتا، فبتقول لك اه معايا داتا فخد الداتا اهي. طب لو معهوش داتا بيقول لك بنلا صح. طب لو هو معاه داتا معلش طلع لي مسج كده، قول لي مثلا ايه معايا داتا. بعد كده نشوف ده في الكونسول هيرجع لنا ايه كده. قال لك معايا داتا، ايه ده فعلا فيها داتا ولو انا برضو ما كتبتلوش النوت ايكوال نل دي برضو هيقول لك معايا داتا لان هو فعلا متخزن فيه داتا صح. طيب لو هو طيب آه لو هو هنا كده ده كده بيرجع الداتا فطبع لك المسج دي لان هو فعلا فيه داتا. طب انا لو جيت انا هنا مثلا مسحت الكلام ده، مسحت الداتا اللي في اللوكال ستورج، هيقول لك معايا داتا؟ لا مش هتشتغل لان هو ما فيهوش فعلا داتا. فانا بقول له لوكال ستورج جيت ايتم برودكتس ده نوت ايكوال نل، فمعنى كده ان هو في داتا. يا اما بقول له لوكال ستورج جيت ايتم برودكتس بس، فكده الحاله دي بترجع ترو يعني بيقول لك كده في داتا فعلا. حلو مش شرط اقول له ايكوال نل يعني او نوت ايكوال نل. طب لو هو فيه، قلت له لو هو فيه هتجيب لي ساعتها البرودكت كونتينر بتاعي اللي هو كان الاري. بص البرودكت كونتينر ده، وبعدين قلت له هتخليه او هتاساين فيه. شفت الداتا هنا وانت بتضيفها حولتها لسترنج صح؟ احنا محتاجين نرجعها تاني. فهقول له هتحط فيها الجيسون دوت بورس. مين الجيسون دوت بورس بتاعك؟ اللي هو الجزء ده اللي هو اللوكال ستورج دوت جيت ايتم بالشكل ده. يبقى انت عملت ايه؟ حولت اللي راجع لك من ده لايه؟ لبارس، يعني رجعته لحالته الطبيعيه او العاديه اللي احنا شفناه. طب تعالى كده نتاكد احنا عندنا في حاجه غلط. احنا عندنا variable const 13 سطر 13. احنا هنا عشان احنا ده مخلينه بكونست برضو، فدي مشكله اعذروني. انا اللي غلطان فيها لان احنا هنا طالما الحاجه دي هنرجع نعدل عليها فالكونست ثابت ما ينفعش ان هو يتحط بالشكل ده. فدي غلطه من عندنا. طيب هل كده الراجل ده ضاف؟ ضاف بس انت لسه ما عرضتش. حتى بص تعالى كده نبص على البرودكت كونتينر بتاعنا نشوف فيه داتا. بص هتلاقي فعلا ده فيه 5. طب يعمل حاجه وما عرضش هنا ليه؟ لان انت لسه ما نادتش على الفانكشن بتاعت الديسبلاي، ده اللي ناقصك. بص كده لو ندهت على الديسبلاي هتلاقي الداتا بتاعتك اتعرضت تاني. اعمل بقى 600 ريفرش، مفيش اي حاجه، الراجل ده شغال معانا عادي. طيب تيجي نمسح. يلا بينا. احنا دلوقتي محتاجين ان اي برودكت مثلا بالشكل ده اقدر ان انا عن طريق ان انا ادوس على الاكس دي اقدر امسح الراجل ده. طيب احنا ممكن نعمل ده ازاي كده؟ فكر معايا واحده واحده. انا محتاج الراجل ده لما يدوس يمسح صح. طيب انا محتاج الاول تعرف هو داس انهي واحده. ده مبدئيا انا بفكر معاك قبل ما اشتغل، يبقى الراجل ده داس على انهي واحده في دول. طب اعرف ده منين؟ هتقولي هندسه طب ما هو مش الناس دي في اري. اقول لك هتقولي طب مش هما بيبقى ليهم اندكس؟ اقول لك جدع. هتقولي خلاص يبقى نجيبهم بالاي. اقول لك اللي انت فكرت فيه ده صح، هو ده اللي احنا هنعمله. طيب خلي بالك ان انت الزرار اللي انت بتدوس عليها هنا دي مش موجوده في ال HTML، ده انت بتكريتها فين؟ في الجافا سكريبت. فبص لو رجعنا كده افتكر الكود هتلاقي بص الحته دي ان انت كل مره بتكريت زرار. جميل. فانت الفانكشنز بتاعتك او الكليك بتاعتك هتكون على الراجل ده. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ انا محتاج لما ادوس على الراجل ده اعمل حاجه. طيب خلي بالك ان انت برضو هنا في الفور، فانت معاك الاي، فدي حاجه كويسه جدا. هتيجي تقول لي طيب عظيم هنعمل ايه بقى او نبدا نشتغل على ايه؟ احنا ممكن نيجي هنا كده، دي الفانكشن بتاعت الديسبلاي اللي احنا عملناها، ودي الفانكشن بتاعت الاد برودكت. هنكتب هنا ديسبلاي برودكت اللي احنا عملناه ده. وتعالى ننزل هنا كده نكتب ايه بقى؟ remove product from cart. طيب هنقول ان احنا نعمل فانكشن كده اسمها ايه؟ فانكشن اسمها delete product، وخليها تعمل console.log hello console.log او delete. طيب دي هتشتغل امتى؟ المفروض تشتغل لما انت تدوس على انهي زرار؟ فين احنا واحنا بنقاد ده ما فيهوش اي حاجه، واحنا بنعرض في زراير هنا اهو. شفت زرار الديليت ده؟ هو ده اللي احنا نبدا نشغل عليه الكلام ده. فهنعمل كده ايه؟ اون كليك اون كليك ايكوال، وهننده انهي فانكشن؟ هنده الفانكشن دي صح كده.
واقول له انده لي الفانكشن دي هنا كده. طيب عظيم قوي. ماشي، تعالى كده نشوف احنا لو دوسنا على الزرار ده الراجل ده هيشتغل معانا والدنيا تمام ولا هيبقى فيه مشكلة. ادي الكونسول، لو دوست انا كده على الزرار ده شغال، الزرار ده شغال، كل الزرار شغالة بالنسبة لي، ولكن هو ما بيمسحش، مش مشكلة، بس بيبعت لي ايه؟ الديليت. طيب لو انا جيت بقى رحت قلت له طب ما هو انت مش معانا الاندكس بتاعنا، مش انت هنا في الفور لوب، فكده كده الاندكس بتاعتك موجودة، اقول لك اه جدع. خلاص، طب ما ايه رأيك ما تيجي نعمل كده دولار ساين بالشكل ده، ونقول له ابعت هنا الاي اللي هي مين؟ اللي هي دي، صح؟ طب وهنا يستقبلها في ايه؟ تعالى مثلا نسميها برودكت اندكس مثلا. طيب تعالى كده نقول له بقى ايه، بص ديليت، انا عايزه يطبع بس المسج كده معايا ثانيه، يطبع المسج وفي نفس الوقت يحط جنبها ايه؟ يحط جنبها الاندكس عشان بس تبقى فاهم انا بعمل ايه. فعشان يقول لك ديليت والاندكس مثلا اللي هو رقم كام، فلو دوست هنا طيب قال لك ده ديليت اندكس زيرو، صح؟ يعني ده فعلا هنا زيرو واحد اتنين وهكذا، ودي واحد اتنين تلاتة وهكذا. فهو كده انت معاك ايه؟ معاك الاندكس. هتقول لي حلو قوي، ايه اللي ممكن يا هندسه يكون بيمسح من الاري احنا خدناه؟ هقول لك انت كده بدات ان انت تحتاج انك انت تدخل في الاري ميثودز اللي هتبدا تمسح لك ايتمز. بس هل انت محتاج ايتم؟ هتقول لي لا. فانت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تبقى عارف الراجل ده هيبقى فين ويمسح كام. يبقى احنا محتاجين كده في ميثود كنا خدناها بتعمل الحاجتين دول، بنديها الستارت وبنديها الكاونت، صح؟ طيب احنا اول حاجه نمسح منين؟ احنا نمسح من الكونتينر، صح؟ اللي هو البرودكت كونتينر دوت ايه بقى؟ سبلايس، صح كده. سبلايس كانت بتاخد ايه؟ الستارت نمبر والديليت كاونت. طب الستارت نمبر انت هتبدا منين؟ قلت له ابدا من البرودكت اندكس. ما احنا جايبين البرودكت اندكس نعمل بيه ايه؟ ما هو ده اللي انت تبدا منه، بدل ما انا بقول لك ابدا من زيرو او ابدا من واحد او ابدا من اتنين، لا، على حسب ما الراجل ده يدوس. هو داس فين؟ داس على زيرو يبقى انت تبدا من زيرو، داس على واحد يبقى انت تبدا من واحد. طب هتمسح قد ايه؟ قلت له همسح واحد اللي هو العنصر نفسه. طيب تعالى كده نتاكد، ادينا عملنا كده سيف وتعالى نجرب. انا دوست هنا ديليت، بص كده، تعالى انا هوريك حاجه عشان تبقى عارف انا هعمل ايه. ادي برودكت كونتينر اهو، الراجل ده فيه كام عنصر؟ فيه 4 عناصر بالشكل ده. تعالى نعمل هنا كده، ندوس على ايه؟ على اوبو. بص كده ادي اوبو اهو، انا دوست على اوبو. وتعالى نعمل ايه؟ البرودكت كونتينر الفلاني قال لك ايه ده فيه 3، ده انت مسحت فعلا ومسح اوبو. طب قلت له بص كده السامسونج اللي تحت دي، تعالى كده نشوف البرودكت كونتينر، قال لك ايه ده فيه كام؟ 3. طيب تعالى كده لو انا جيت عملت هنا كده ونشوف نفس الفكرة، ادي 2. طيب لو دوست هنا كده ادي ايه؟ تعالى كده نشوف، ادي 2. طيب احنا عايزين نفهم المشكلة دي فين. طب تيجي هقولك على حاجة، نعمل حركة حلوة قوي. تعال نقول له شغلي الفانكشن بتاعت الديسبلاي برودكت عشان يبدأ ان هو يعمل ايه؟ يعرض لي قدامي بدل ما انا بعرض في الكونسول كده. طيب انا لو دوست على سامسونج دلوقتي مسح سامسونج، دوست على نوكيا مسح نوكيا، دوست على اوبو مسح اوبو، دوست على تشيبا مسح تشيبا. احنا مكانش عندنا اي مشكله خالص لان احنا الدنيا شغاله معانا زي الفل. تاني دوست على اوبو الراجل ده شغال، دوست على نوكيا شغال، دوست على تشيبا شغال، دوست على سامسونج شغال. بس انت كده هندسه بتمسح، ولو جيت عملت ريفرش الداتا بترجع تاني. هقول لك اه، ما انت ما تنساش ان انت كنت في اللوكال ستورج مخزن الداتا بس اللي موجوده عندك اللي ما اتمسحتش. بص هتلاقي ان انت هنا مش بتمسح من اللوكال، اللوكال زي ما هو موجود. فهتعمل ايه بقى؟ احنا قلنا ان اللوكال قبل كده ان هو بيعمل اوفر رايت لو انت سميت نفس العنصر، صح؟ هتقول لي صح، هقول لك خلاص طب ما تيجي احنا نعمل عليه اوفر رايت. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك شفت السطر اللي انت كتبته هنا في الاد برودكت ده؟ لو انت خدته قررته انت كده عملت ايه؟ هو هيشيل البرودكتس القديمه ويحط البرودكت الجديده، تمام؟ بالشكل ده كده. طيب تعالى نجرب. لو انا جيت هنا كده ورحت دايس على ادي اوبو، ورحت دايس على، بص هو حتى لو انت لاحظت هتلاقيه بيمسح من هنا اهو. ودوست مثلا على توشيبا تلاقيه بيمسح من هنا، دوست سامسونج، دوست نوكيا، ولو جيت انا عملت ريفريش كده مش هتلاقي اي داتا موجوده. طيب تعالى كده بقى خليك معايا، احنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه. بص كده لو انا جيت مثلا هنا عملت اوبو، وجيت هنا عملت مثلا موبايل، وجيت هنا عملت 9000، وجيت هنا عملت مش عارف 500 ديسكاونت، وجيت هنا عملت مثلا 10 مثلا الكاونت او الكوانتيتي، وجيت هنا مثلا عملت جود بالشكل ده، عملت اد. بص اللي بيحصل هنا ان انت بتضيف الايتم، كلام جميل جدا، بس عشان تدخل تضيف واحد تاني بتضطر انك انت تعدي على انبوت وتمسح منه الداتا.
فده اكيد مش لوجيك، مش طبيعي. المفروض ان انا بمجرد ما انا دوست على اد برودكت، احنا لسه هنعمل فاليديشن والراجل ده يدخل داتا بشكل معين وكل الكلام ده، بس المفروض الراجل ده لما خلاص اد برودكت ليه ما مسحش الكلام ده؟ ليه الكلام ده يفضل موجود اصلا؟ ما خلاص، ما انا ضفت برودكت، عايز اضيف برودكت تاني ليه اعدي عليهم وامسحهم؟ احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ الراجل ده بعد ما يقاد البرودكت احنا محتاجين ان احنا ننظف بقى وراه. طيب فعشان كده هنعمل هنا حاجه اسمها كلير برودكت او كلير انبوتس، عشان تفهم بس الفرق بين الاتنين ما يتخشش معاك في الريموف، يعني دي حاجه ودي حاجه. طيب هنعمل فانكشن كده اسمها ايه؟ كلير انبوتس. طب احنا عايزين تشتغل امتى؟ تعالى نعمل كونسول لوج كده ونقول له ايه؟ كليرد. طيب هو الراجل ده احنا عايزينه يعمل كلير امتى؟ اما يقاد، صح؟ فين زرار الاد اصلا؟ فين زرار الاد؟ ادي زرار الاد اهو، صح؟ هو ده المفروض لما يعمل ايه؟ يقاد. يبقى انا المفروض الفانكشن بتاعتي تشتغل فين؟ تشتغل هنا. جدع. فنيجي نعمل كده. طيب تعالى كده نشوف. لو انا جيت بقى النهارده دلوقتي او جيت عملت كده، رحت ايه؟ قلت له بص كده يا عم الحاج، تعالى هنا اي حاجه، وهنا اي حاجه، هنا اي حاجه، هنا اي حاجه، اي حاجه كده بالشكل ده. تعالى نعمل اد. بص كده ركز على الانبوتس دي، او بلاش بقى تركز على الانبوتس، احنا لسه ما عملناش لوجيك، احنا مستنيين بس هنا الراجل ده بعد ما اد يعمل ايه؟ طلع لي كلمه كلير، صح؟ بصوا عمل ايه؟ ضاف وعمل ايه؟ كليرد، صح كده؟ طيب يبقى احنا محتاجين بقى نفضي. احنا كده الميثود بتاعتنا شغاله بعد الاد والدنيا تمام، مفيش اي مشكله، بس احنا محتاجين بقى ننزل نشتغل على اللوجيك بتاعها نفسه. نشتغل عليه ازاي؟ طيب تعالى نشوف احنا فين الانبوتس بتاعتنا. مش هي دي، صح؟ يعني الراجل ده كده لو جيت قلت له هات لي الراجل ده، هنجرب، احنا بنجرب مع بعض. دوت الفاليو، صح؟ مش هو هيبقى فيه فاليو وخليته ايكوال سترينج فاضي، يبقى انا كده بقول له ايه؟ هات الفاليو بتاعته خليها فاضيه، صح؟ طب ما تيجي نجرب كده. لو انا جيت كتبت هنا سامسونج مثلا، ورحت جاي دايس على اد، بص كده ركز على الانبوت ده، بعد ما انا ضفت عمل ايه؟ مسح، صح؟ يبقى دي الفكره كده ببساطه، ان احنا نعمل ايه؟ هنجيب كل الانبوتس دوت الفاليو بتاعتها ونعمل ايه؟ نفضيها. طيب او نخليها بسترنج فاضي زي ما انا عملت كده بالظبط، دوت الفاليو ايكوال سترنج فاضي. طيب اللي بعده، تعالى هنا مين الانبوتس؟ برايس. ونيجي هنا وهات لي اللي بعده الانبوت ديسكاونت، انتوا هنا. بعد كده الكوانتيتي اهيتوا هنا. وبعد كده اخر حاجة الديسكريبشن، صح كده؟ تعالى ناخد الديسكريبشن. طيب دوت الفاليو equal string فاضي، دوت الفاليو equal string فاضي، دوت الفاليو equal string فاضي، نفس الفكرة. دوت الايه؟ الفاليو equal string فاضي. طيب تعالى كده نسمي الله ونجرب نشوف الكلام اللي احنا عملناه ده كده على كله. جيت هنا كتبت اي حاجة، وهنا اي حاجة، وهنا نفس الكلام، وهنا برضو نفس الكلام، وهنا كده، وتعالى هنا اي حاجة. دوست على اد كده، فضى الانبوتس بتاعتك بعد ما ضاف. طبعا البرودكت دي ملهاش لازمة، احنا ممكن نمسحها، خلي دوت بس. فدي كانت ببساطة ايه؟ حتة الكلير. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ احنا كده ناقص لنا الفاليديشن، ان انا اخلي الراجل ده يكتب بباترن معينة، وان هو هنا لما يجي يعمل ابديت، وزرار السيرش. طيب تعالى، طيب تعالوا كده نعمل السيرش انبوت. احنا مثلا جينا هنا كده، احنا عايزين الانبوت يكون فين؟ ممكن نخليه فوق التيبل هنا، فممكن نعمل انبوت كده، خليه هنا مثلا سيرش او حاجة، اي دي مثلا نديله سيرش انبوت، نديله كلاس فورم داش كنترول. تعالى كده نشوف شكله. هو ده تمام. ممكن نديله بي جي داش ترانسبيرنت عشان يكون شفاف، ام واي داش 2 مثلا، عشان بس ايه؟ نديله مارجن فوق وتحت كده يبقى بعيد شوية. ممكن نعمل حركة حلوة برضو، ان انا اديله هنا تكست داش وايت،
وممكن نديله place holder search. طيب عظيم أوي. تعالى كده نشوف ده الشكل بتاعنا. والراجل ده هيكتب هنا، المفروض لما يكتب هنا يبدأ ان هو يعمل ايه، يعرض لي الداتا بس اللي موجودة. طيب احنا تعالى نفكر فيها كده واحدة واحدة. انا هعمل هنا function دي اسمها search product بالشكل ده. انا محتاج ان هو يعمل console.log للtrue او false، صح، على حسب بقى هو مثلا هنا. طيب الفانكشن دي تشتغل امتى؟ طب تعالى كده نفكر فيها واحدة واحدة. انا محتاج الفانكشن دي اما الراجل ده يدوس على الانبوت، ولا لما يكتب، ولا لما يخلص كتابة ويطلع، كل الكلام ده. احنا محتاجين الراجل ده لما يكتب، صح، لما يفضل اي تغير بيعمله كده يبدأ الراجل ده بيعمل ايه، بيسيرش معاك، صح. لان انا عايزه يبقى لايف، مش عايزه اسيبه يفضل يكتب 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 وبعد كده اقوم اعمل ايه، او مع مطلع له الايرور او مطلع له ان الداتا مش موجوده او الكلام ده كله. لا، انا محتاجه يكتب، وهو بيكتب يعمل ايه، انا بقى معاه ماشي معاه على طول. طيب احنا محتاجين ده يشتغل امتى؟ محتاجين لما الراجل ده يبدأ ان هو يجي عند الفانكشن او عند الانبوت ده. تعال نسلكت كده الانبوت هناك في الجافا سكريبت، وتعالى كده نعمل const input equal document dot get element by id، وهات الاي دي ده. بعد كده هات السيرش انبوت ده بقى تحت. احنا محتاجين نشغل الفانكشن دي عليه دوت اد ايفنت listener، بس مش هيكون كليك المره دي، في حاجه اسمها input دي كانت بتشتغل مع الانبوت بتاعك وانت بتكتب، صح كده، وهبعت له مين هنا، السيرش. طيب تعالى كده نشوف. لو احنا جينا هنا، جيت انا هنا بدأت اكتب، هتلاقي الراجل ده بص عمال بيطلع ترو فوق اهو. بس انا بقى محتاج اعمل ايه، انا محتاج اطلع الفاليو، صح، محتاج اخرج الفاليو بتاعتي من هنا. طيب هو الراجل ده بيدور فين، بيدور في الانبوتس اللي موجودة على انهي فاليو، على انهي فاليو، على الراجل ده، صح. فاكر كده احنا كنا بنعمل حاجة اسمها دوت تيست او دوت انكلود، فاكرين كده، دي كانت موجودة في السترينج مسج. طيب فانا محتاج اخد مين بقى، احنا هنسيرش مثلا بالانبوت اللي هو النيم ده، انا عايز اسيرش بالنيم، صح كده، هفلتر بالنيم او هسيرش بالنيم. فاقول له اف كونديشن كده، لو انا عندي الراجل ده تمام دوت الفاليو تمام. طيب ده الانبوت بتاعي، صح، انا اللي هيكتبه لي اليوزر. خلينا نقول ان هو مثلا ترم مثلا، حلو، ده اللي هيدخله ترم اكس، اكتبوا اي حاجه. انا عايز اشوف الترم ده موجود هنا، يعني اشوفه بينكلود الكلام ده. بص طيب تعالى كده نشوف المثال ده تحت. لو انا جيت عملت كده for، او بلاش for، let x equal احمد، وجيت رحت نازل تحت كده، رحت عامل الاكس دوت، او تعالى برضو ايه، هعمل let كده عشان تبقى فاهم، term equal حرف الايه مثلا، رحت جاي قايل ايه بقى، اعمل كده console.log الاكس دوت includes. بص كده includes، احنا كنا شرحنا الجزء ده قبل كده، includes تقريبا يعني التير بالشكل ده، التير. شوف كده الراجل ده طلع لنا ايه هناك، قالك ان في توكن في سطر 21 expected توكن سطر 82. ماشي. طيب تعالى كده دي اهو عشان نخلينا ماشيين معاه واحدة واحدة. قالك ترو ده موجود. طيب امال بقى احنا محتاجين نعمل ايه بقى بعد كده، طالما هو موجود يبقى الراجل ده طب بس الفكره كلها ان انت لو رحت جاي هنا مخلي ده كابيتال، هتبدا تقابلك المشكله يقولك فولس، لان هنا الكلام مبقاش متشابه. فاحنا محتاجين نعمل ايه، نحول ده لتو لوير كيس قبل ما نشوفه بينكلود الترم ولا لا، ونفس الكلام برضو هنا ايه، دوت تو لوير كيس، عشان الراجل ده لما يجي يكتب كابيتال او يكتب سمول انا كده كده هاخده احوله. انا نفس اللي انا عملته هنا بالظبط محتاج ان انا اعمل ايه، اعمله هناك، يعني في الحتة دي كده. انا هرجع ده تاني كده واقول للراجل ده انا عايز ده، صح كده، ولكن انا المرة دي ما عنديش اكس. يعني هنا تعالى كده نشوف، احنا محتاجين هنا كوز زيادة. انا هنا ما عنديش ايه،
ما عنديش اكس صح، الاكس ده مش موجود. طيب مين بقى الاكس عندي؟ المفروض ان الترم ده اللي هيجيلي، اللي هو ده اللي هيكتبه الراجل ده. يبقى انا محتاج ان انا الفانكشن دي وانا بنده هنا هقول له لا انت ممكن تعمل ايه ارو فانكشن كده. حلو، نعمل ارو فانكشن كده. قلنا عشان لو احنا عايزين ندي اي حاجه للانبوتس ده، فانا اقول له هنا مثلا الراجل ده هو بيبقى بيكتب الترم ده تبقى مين؟ تبقى الفاليو بتاعت الانبوت صح. طيب خلينا بس ماشيين مع بعض واحده واحده. هنا الترم ده اللي هيجي الكتابة اللي هتتكتب، يعني لو هنا هو كتب في الترم دوت مثلا اكس، فالاكس دي هتتكتب هنا، كتب مش عارف ايه ايا كان يعني. طيب بس انا هسيرش هنا على مين بقى؟ انا عايز سيرش على الانبوت دوت نيم صح، انا عايز سيرش على ده صح كده. طيب تعالى كده لما سيرش على النيم بتاع الانبوتس اعرض صح، يبقى لازم اعرض. طب هقول لك على حاجه، تعالى كده نبص كان مين اللي بيعمل ده؟ تقريبا كانت دي بتعمل لي نفس الكلام صح. لو تركز كده معايا كان هو بيعمل ايه؟ بيعدي على الاري واحد واحد ويبدا يعرضه. ما انا ده اللي محتاج اعمله صح، مش محتاج هنا كل ما الراجل ده يبدا يكتب، بعيدا عن الايرور اللي موجود ده، كل ما الراجل ده يكتب بيعرض داتا هنا جديده صح. الداتا دي مش بتتخزن في اللوكال ستورج ولكن بتتعرض لي كيوزر صح. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ بص كده تعالى كده ركز معايا، خد كل الكلام بتاع الفانكشن بتاعت الديسبلاي دي، لان انا محتاج كده كده ايه؟ هعرض. تعال نوقف دي كده شويه على جنب. بس عايز اقول له ايه بقى؟ بص قبل ما تعرض هتتاكد من حاجه، هتعمل ايه في كونديشن لذيذه كده؟ هتتاكد من ايه بقى؟ انت محتاج تدور على مين؟ على النيم صح. حلو قوي، انا كده كده بقيت في السكوب بتاع مين؟ بتاع الديسبلاي، لان انا عملت فور لوب وخلاص والدنيا تمام. فمعايا كده كده البرودكت كونتينر اوف اي دوت نيم. جميل، هاتولي كده الراجل ده وشوفوا كده لما تحوله لتو لوير كيس. بعد ما تحولته لوير كيس شوفوا كده بينكلودز مين بقى؟ الترم اللي جاي لي من فوق، الترم ادي الترم. طيب طب الترم بس واسكت؟ لا هو كمان برضه حولوا له التو لاير كيس، لان ممكن برضه هو كمان يعمل ايه؟ يبقى هو الراجل دوت بيكتبه لي كابيتال فانا احوله لسمول عشان تبقى المقارنه سهله. طب وبعدين قلت له بقى خد لي كده التي ار اللذيذه دي كده كلها كات وحطها جوه الكونديشن بتاعت مين؟ بتاعت السيرش. طيب انا هنا بقول له دور على الفاليو صح. طب انا كده لو جيت كتبت هنا اي حاجه، ما هو طبيعي يقول لك الفاليو دي از نوت ديفايند صح. ايه الفاليو دي يا عم الحاج؟ هو الفاليو ده بيتكتب فين؟ انا عايز اسحب انهي فاليو اللي موجوده فين؟ موجوده في الراجل ده صح. طب هو انا مش كده كده انا ماسك اصلا السيرش انبوت ده فوق صح، يعني مش انا السيرش انبوت ده مش بعمل عليه كده كده، عامل عليه ايفنت ليسنر تحت وماسكه فوق بالاي دي. طب ما انا ممكن اقول له ابعت له مين بقى؟ السيرش انبوت دوت الفاليو. ليه؟ عشان اخد الفاليو منه. تعالى كده نسمي الله ونجرب ان شاء الله ده يشتغل يعني. بص كده لما بكتب اي حروف مش موجودة بيبدأ ان هو ما يجيبلكش اي حاجة، الا مثلا لو كتبت اوبو كده فيبدأ يعرض. تعالى مثلا نكتب سامسونج مثلا موبايل 5000 مثلا اي حاجة بقى، نعمل كده جود مثلا ونعمل اد. بص كده لو كتبنا سامسونج او كتبنا اي حاجة بالاس يبدأ ان هو يدور. هو بيشوف انكلود يعني اي حاجة مثلا زي البي، لو هي موجودة في الاتنين هيجيب لك اي حاجة فيها بي وهكذا. تمام. طيب آه، فدي فكرة السيرش. ممكن بقى انت لو انت عايز تسيرش كاتيجوري، تسيرش نيم، تسيرش اي حاجة بقى تقدر ان انت تعمل ده. يعني انت مثلا ممكن تعمل ايه؟ تعمل الانبوت برضو ان هو بتشوف بينكلود البرايس. فمثلا تشوف لو انا عايز حاجة مثلا 5000، فلو انا كتبت كده يبدأ يشوف الحاجات اللي ب5000 وهكذا، على حسب بقى اللوجيك اللي انت بتفكر فيه، ولكن الفكرة واحدة يعني. طيب الابديت بقى بيتعمل ازاي؟ الابديت برضو انت محتاج لما يدوس الزرار هنا يبدأ ان هو يعمل ايه؟ يابديت. الابديت ليه اكتر من طريقه، ان انت ممكن تابديت عن طريق الرول اللي موجود، فتبدا تحول كل الناس ديت لايه؟ لانبوتس. فالانبوتس دي تقدر تكتب عن طريق الداتا وتبدا تشتغل عليه. في الحالتين انت الابديت هيبقى معتمد على اتنين فانكشنز، واحد بيست الكلام ده، واحد بيابديت. يعني واحد مثلا المفروض انت ما تدوس عليه يبدا يشتغل على دول، وبعد كده واحد يابديت. تمام. طيب فاحنا هنعمل مثلا سيت فورم، بس هنطلع الانبوتس مكانها هنا تاني. يعني هنطلع الداتا اللي موجوده دي هنطلعها في الانبوتس هنا ونبدا ناد او نابديت برودكت من اول وجديد، يعني ابديت النفس على نفس البرودكت دوت. حلو.
ولكن هنسيت الفورم هنا يعني انا هطلع الداتا بتاعتي دي في الانبوتس فوق. ممكن انت تعملها عن طريق الرو. جرب تعمل انت دي، انت تخلي دوت يتحول لانبوتس وتبدا انت تعدل من جوه. طيب تعالى كده نبدا ان احنا نفكر. نشيل بقى المثال اللي احنا كنا كاتبينه ده. تعالى هنا برضو نقفل دي كده. هنا search function. تعالى نبدأ نشوف احنا عايزين نتكلم في ايه. احنا عايزين اول حاجة نعمل set data. دي هتبقى الفانكشن بتاعتي. ممكن نسميها دي كده function set form مثلا، عشان احنا هنسيت الفورم الاول. خليها تعمل console.log set form. دي هتشتغل امتى؟ هتشتغل لما انت تدوس على الزرار بتاع الابديت. طب زرار الابديت ده انا كنت بعمله فين؟ بعمله مع كل مره انا بعرض فيها داتا اهو. يبقى الراجل ده يعمل ايه؟ اقول له اون كليك. طيب هت اون كليك على ايه؟ قلت له والله اون كليك على فانكشن اسمها set form. طيب تقول لي طب يا هندسه ثانيه بس، ثانيه كده كده عشان الحقك بدري. ما انت كده كده محتاج تعرف هو داس على انهي. هقول لك جدع، يبقى احنا محتاجين نعمل نفس الفكره بتاعت الديليت. انا هاخد ده احطه فين هنا عشان يبعت لي مين؟ يبعت لي الاندكس بتاعه. نفس الفكره انا هخليه برضو بنفس المسمى product index بالشكل ده. تعال نقول له هنا بلس البرودكت اندكس. طب لو دوست هنا على ابديت قال لك ان ده الزيرو، دوست هنا قال لك ان ده الواحد، فاحنا كده عارفين احنا واقفين فين وبنابديت فين. طيب لذيذ قوي. محتاج تعمل ايه؟ قلت له انا هاخد الداتا دي اطلعها فين؟ اطلعها فوق في الانبوتس. طيب يبقى احنا محتاجين ان احنا ناخد الرو اللي هو الجزء ده، حلو، وابدا اعمل ايه؟ وابدا اخزنه عندي موجود فوق، يعني اضيفه هنا في الفاليوز دي. احنا محتاجين ان احنا هنأساين ايه لمين، يعني انا هأساين ده للانبوتس دي، صح؟ طيب يبقى انا المفروض ان انا هاجي كده اخد الانبوت دوت نيم ده او البرودكت دوت نيم ده كده اهوت دوت الفاليو، صح؟ لان انا هحط في الفاليو بتاعته هأساين ليه مين بقى؟ عايز أساين ليه الرو اللي هو مين؟ فين الرو كده؟ تعالى كده اطلع نبص معايا. الرو بتاعه ده، صح؟ انا محتاج الداتا دي. طيب تعالى كده هقوم انا واخد ده كوبي كده بيست واحطه هنا. هيقول لك يا عم الحاج ثواني بس، مين الاي؟ هقول له لا، ما هو انا اذكى منك. انا هناك اصلا وانا بدوس على السيت فورم ببعت معاه الاندكس، وهنا لما جيت استلمته بقى اسمه برودكت اندكس. فانا دلوقتي يا حبيبي مبقتش محتاج للاي بتاعتك، انا بقى معايا الاندكس بتاعك بس مسميه بحاجه مختلفه اسمها برودكت اندكس. طب تعالى كده نسمي اللي ونجرب. لو انا دوست على الابديت، بص عمل ايه؟ سحب الداتا فين؟ طلعها فوق، صح كده؟ انا كده بالنسبه لي اهم حاجه ان انا وصلت للمرحله دي، ان انا اخد الداتا من هنا اول ما ادوس على ابديت يطلعها لي فوق. نفس الكلام ده نعمله على باقي الانبوتس. هقوم جاي واخد الكاتيجوري دي، هقوم جاي قايل للراجل دوت هنا كده هاتهولي. عايز تأساين فيه ايه بقى وتضيف فيه ايه؟ قلت له هضيف فيه نفس الفكره، البرودكت نفس الكلام ده بس، ولكن مش النيم، هضيف مين؟ الكاتيجوري. خليك مركز معايا. انا دلوقتي عملت ايه؟ وانا ببعت الاندكس اللي هو الاي اللي فوق بقى معايا الاي ببرودكت اندكس، فانا كده كده معايا الاندكس، انا فاهم عارفها هي فين. فشلت الاي من هنا وحطيت مكانها برودكت اندكس اللي هو شايل الاري او شايل الاندكس بتاع الاري، المكان اللي انت بتدوس عليه. طيب تعالى هنا دوت الفاليو. يا رب تكون فهمت الحته دي. تعالى نطلع بقى نكمل. هو نفس الكلام بالظبط. هياخد الكلام ده كده وانزل هنا تحت هقول له نفس الفكره دوت الفاليو، ولكن هتأساين فيها البرودكت كونتينر ونخلي ديت برايس. بعد كده نطلع للديسكاونت نفس الكلام. ممكن برضو ناخدهم كلهم مرة واحدة زي ما عملنا كده، والكوانتيتي، بعد كده نبقى ننزل نعدل عليهم تحت. بعد كده ناخد الديسكريبشن كده اهو total value equal البرودكت كونتينر بالشكل ده، وهنا ده الديسكريبشن فكنا احنا كاتبينها description نفس الكلام total value equal البرودكت كونتينر، ولكن هنا الكوانتيتي
نفس الفكرة دوت الفاليو ايكوال البرودكت كونتينر دوت ايه بقى الديسكاونت. بعد كده نسمي اللي ونجرب. لو انا دي جيت دوست مثلا على سامسونج ده هتلاقي راح مطلع الداتا فوق. عظيم اوي كده، انا وصلت لمرحلة حلوة. طب وبعدين عايز بقى ان المفروض لما يدوس على ده ما يبقاش اد برودكت، يبقى ابديت برودكت بقى، صح كده؟ طيب هتيجي تقوم انت عامل ايه بقى؟ هنيجي هنا فين البوتون بتاعي؟ البوتون بتاعي احنا عاملين البوتون فين؟ عاملين البوتون في الفورم هنا. ادي البوتون اهو، هقوم عامل واحد كمان، ولكن بدل ما هنا اد هنسمي ايه؟ ابديت. وهنا بدل ما هو مثلا سكسس ممكن نعمله انفو، وبدل ما هو اد فممكن نعمله ابديت. على فكره ممكن نغيره باكتر من طريقه، ممكن ما اعملش اصلا الزرار دوت عامه يعني، بس انا محتاجه عشان لما ادوس عليه يبدا ان هو يعمل حاجه مختلفه. فانا همسك الزرار ده كده، نفس الكلام هناك زي ما عملت مع البوتون بتاع الاد برودكت ده كده، وهنغير ده الابديت برودكت. احنا الاد ده محتاجين ان هو الراجل ده لما يدوس على اما يعمل الكلام ده هنقوم ماسكين الاد نديله ايه؟ كلاس ليست اد. انا كده كده مستخدم بوت ستراب فاديله دي داش نون، يعني دي الميزه اللي انا ما خلتني استخدم البوت ستراب، ان انا اديله هنا دي داش نون. فبص كده لما اجي انا اعمل ايه؟ ادوس على ده، بص كده اختفى اللي هنا. نفس الفكره احنا عايزين نعمل ده ما يكونش ظاهر دلوقتي، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نديله هنا في الكلاس دي داش نون عشان يبقى مختفي، ويبقى بلوك امتى؟ اما الراجل ده يبدا يدوس على الزرار بتاع الابديت. فهنيجي هنا، انت كده كده مسكت الابديت بوتون صح؟ ادي الابديت تي ان برودكت دوت كلاس ليست. هتعمل ايه؟ هتريموف منه، لان انت هو واخد هناك ديسبلاي نون، هتريموف منه مين؟ الدي داش نون. تعالى كده نسمي الله ونجرب. لو انا دوست هنا بص كده ده الاد، دوست هنا هتلاقيه عمل ايه؟ طلع لك الداتا وعمل لك الابديت. كده بقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ ابديت. لما ادوس هنا يبدا يعمل الابديت. طيب تعالى كده، كده احنا خلصنا السيت فورم خلاص، مش محتاجين منها اي حاجه. تعالى نعمل الفانكشن بتاعت الابديت. ابديت برودكت، نعمل فانكشن كده دي ابديت برودكت. طيب كده دلوقتي بقى هيبقى عندك مشكله تانية قابلتك، اللي هي ان انت دلوقتي الاندكس بتاعك ده في السكوب ده احنا عايزين نبقى هو نفس الاندكس. عايز ابقى ماسك هو نفس الاندكس عشان لما اجي ابديت يابديت في نفس السطر اللي انا موجود فيه. ما هو يعرف منين انت في انهي ناحيه؟ يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ تعرفه انت واقف فين. طيب احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي. شايف البرودكت اندكس ده؟ لو انت جيت عملت مثلا هنا كده وليكن ليت ومثلا تعالى نقول سميته اكس مثلا ايكوال زيرو، خليته بزيرو. ده فاريبل كده عملته بزيرو بالشكل ده، ورحت جاي هنا قايل له ايه بقى؟ شايف عامل حاج الاكس اللي موجود فوق ده؟ هيقول لك حط لي في البرودكت اندكس. انت عارف كده انت عملت ايه؟ انت كل برودكت اندكس بتدوس عليه بيطلع يشيل الزيرو ويتحط هو مكانه. لا استنى هندسه انا مش مصدقك. اعمل كده كونسول دوت لوج ووريني الكلام اللي انت بتقوله ده. قلت له وريني كده الاكس هنا. شايف بص الاكس دلوقتي بقى جلوبال بالنسبه له. وتعالى نروح نجرب. بص كده ده البرودكت رقم كام؟ 2 صح؟ اللي هو اندكس واحد. لو دوست عليه ودوست على ابديت برودكت، المفروض انا عايز اشغل دي لما يدوس عليها. معلش فتعالى كده هنا، احنا عندنا الابديت عندنا الابديت بي تي ان، عايز اقعد عليه ايفنت. الايفنت ده نوعه ايه؟ كليك، ولما يدوس انا عايزك تشغل الفانكشن بتاعه الابديت دي. طيب تعالى كده نشوف عشان نصدق بقى الحاجات اللي احنا بنقولها دي. لو انا جيت دوست هنا كده، هو الراجل ده انا دوست على انهي اندكس؟ اللي هو واحد. المفروض لما ادوس على الابديت هنا يطلع لي واحد. خدت بالك كده الاكس بقى بكام؟ بقى بواحد. فكده انا خليت الاندكس بتاعي جلوبال عشان اقدر اكسس عليه في السكوب بتاع الفانكشن الجديده دي. طيب حلو قوي يا هندسه، هنعمل ايه بعد كده؟ شفت اللي انت عملته هنا؟ العكس. هتقول لي ازاي؟ طب خلينا افكر فيها كده. مش انت هناك سحبت الرو وحطيته في الانبوتس صح؟ دلوقتي الداتا بقت معاك فين؟
في الانبوتس انت محتاج تحطها فين؟ في الرو ده. فانا هاجي اعمل نفس الكلام ده كده، هاخد ده كده كوبي، واقوم جاي هنا اعمل ايه؟ قايل للراجل ده كده ايكوال مين بقى؟ البرودكت دوت ايه؟ دوت الفاليو. طيب تعالى كده نشوف ده. هو دلوقتي مفيش برودكت اندكس، بقى عندي مين؟ بقى عندي الاكس. تعالى هنا نحط له مين؟ الاكس. تعالى نجرب كده في اول انبوت ونشوف. دوست على اوبو ده، رحت جاي مغير اوبو دي، خليتها نوكيا، ورحت داس على ابديت، قال لك ان ده زيرو. هو كده عمل ابديت؟ عمل ابديت، بس عشان انت خلي بالك انت ما عرضتش. تعالى كده نشوف البرودكت كونتينر بتاعنا هل اتعمل له ابديت ولا لا. البرودكت كونتينر، برودكت كونتينر اهوت. هندوس انتر ونشوف البرودكت الاول. بص كده اتغير اهو، بس ما عملش ايه؟ ما عملوش ديسبلاي. احنا كده محتاجين نعمل ايه هنا؟ ممكن نقول له ديسبلاي عشان برضو نتاكد قدام عينينا ان الدنيا بتاعتنا تمام. جيت انا رحت عامل كده، ادي الاوبو وخليتها نوكيا، ورحت جاي دايس على ابديت، هتلاقي الراجل ده عمل ابديت. ولكن لو عملت ريفرش هيرجع لك اوبو تاني. طب ليه؟ عشان اللوكال ستورج. يبقى انا محتاج ان انا اخد السطر بتاع اللوكال ستورج. بس خلينا ماشيين بقى واحده واحده. انا محتاج اخد ايه بقى بعد كده؟ قلت له هتاخد الكلام ده وتخليه هو الناحيه دي ايكوال، تقصي لي الانبوت بتاعه اللي هو البرودكت كاتيجوري بالشكل ده. وهنا هيبقى مين؟ الاكس بدل برودكت اندكس. نفس الكلام تعمله هنا للبرايس. هنا البرايس اهو ايكوال البرايس دوت الفاليو. بعد كده الديسكاونت equal discount value. وبعد كده ال quantity equal ال quantity value اللي هو ال input. بعد كده ال description equal ال description input dot value. محتاجين بقى ان احنا نعمل ايه؟ نقوم واخدين ده كده ونغيرهم كلهم ل x. تعالى كده نسمي الله. ومحتاجين برضو ان انت وانت بتعمل ابديت هتعمل ايه؟ شفت نفس الخطوتين دول؟ هتعكسهم. هنا بدل add هيبقى remove، وهنا بدل remove هيبقى add. نسمي الله كده. جيت دوست على سامسونج، ادي سامسونج. تعالى نكتب اي حاجة، بلاش مثلا ديت. تعالى نكتب ادي نوكيا. وتعالى تي في، مش فاهم تي في ازاي بس ما علينا. دوست على ابديت، غيرها لايه؟ لنوكيا، وغير تي في وغير كل حاجه، وشال لك دوت ورجعه لك لاب برودكت، بس ما عملش ايه برضو؟ ما مسحش. يبقى احنا محتاجين ننده على الفانكشن اللي بتعمل ايه؟ كلير للانبوتس بتاعتي. طب وبعدين؟ قلت له والله الداتا دي ما بتسمعش لما بعمل ريفرش، بترجع تاني زي ما هي. يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ ناخد السطر بتاع مين؟ بتاع اللوكال ستورج اللي هو ده. فقوم واخد ده كده كوبي، وقوم جاي حاطه فين؟ حاطه فين؟ هنا في الحتة دي كده. يلا يا عم الحاج، كده انت زي الفل وعشرة على عشرة. تعالى كده نشوف ادي اوبو، ونخليها مثلا شاومي موبايل 8000 مثلا. ودوست على ابديت، الراجل ده غير لشاومي. جيت عملت ريفرش، هو سمع فين اصلا؟ كده كده خزن في اللوكال ستورج. حلو قوي. طيب اخر جزء احنا محتاجين نعمله اللي هو الفاليديشن. الفاليديشن بص انا هعمله على انبوت واحد، وانتوا بقى ممكن تكملوه الباقي يعني. هي الفكرة واحدة. الفاليديشن كنا ممكن نعمل كده ريجكس مثلا اللي هو regular expression. نعمل فانكشن مثلا بالشكل ده عشان يبدا ان انا احط له كونديشنز بناء عليها يبدا ان هو يشوف الباترن اللي انا حاطه له ده يعني نفس الفكره اللي موجوده ولا لا. تعالى هنا نسمي ده تشيك مثلا برودكت نيم. كنا بنيجي نعمل ايه بقى؟ نقول له let مثلا الريجكس بتاعك equal دولار ساين. كنا بنعمل الفتحة والقفلة بتاعة الباترن. سلاش دبليو دي انا بقول له دخل اي حروف او اي ارقام، لان طبعا ممكن يبقى عندك رقم الموبايل ليه رقم، يعني قصدي الموديل ليه رقم نفسه. وبقول له مثلا من 5 لايه؟ ل15 رقم، او من 5 ل15 حرف.
بعد كده if condition. ممكن بقى تجبره هنا ان هو لا ما يبدأش بارقام والكلام ده كله، هي نفس الفكرة مفيش اي اختلاف. فكان الريجكس دوت كان عنده حاجه اسمها تيست. التيست دي كنت ببعت له الحاجه اللي انا عايزها تستها. انا هتست على مين؟ تست على الانبوت اللي هو البرودكت نيم انبوت ده، صح كده؟ بس هتست على ايه بقى فيه في الفاليو بتاعته. طيب الراجل ده لو بيرجع ترو هو كده كده هيبقى بترو، فممكن نقول له ريتيرن ايه؟ ترو. كده كده بترو يعني قصدي ان انا لو سبتها له كده فمعنى كده ان الشرط ده اتحقق. ممكن اقول له ايكوال ترو برضه عادي. else return ايه؟ فولس. طيب هسأل السؤال هنا ازاي بقى في الاد، لان انا محتاج لما اد الراجل ده يبدأ يعمل ايه؟ يطلع لي اليرت لو اللي انا كلامي غلط. فانا اقول له هنا قبل ما انت تاد اعمل كونديشن اف كونديشن كده الكلام دوت. لو رجع لي بترو يا عم الحاج ابدأ اعمل ايه؟ خد الكونست وخد الليلة الجميلة دي كده وابدأ حطها لي فين؟ فوق هنا. ادي الكونست. طب لو لا، عشان ابدأ بس اتأكد ان انا كلامي صح، لو لا يبقى اليرت. اليرت ده مثلا سوري. طبعا انت تقدر تهندل بقى الاليرت باي طريقه. بص انا لو دوست اد برودكت دلوقتي هيطلع اليرت، مش هيخليك تعدي، مش هيضيف. هو مش هيبدا يضيف حاجه يعني. كل ده اللي احنا كنا عاملينه ده غلط، سيبك منه. لو انا دوست على اد هو مش هيضيف لك حاجه لان انت محققتش الشروط بتاعته. طب زي ايه مثلا؟ انا اقول له اوبو، بس اوبو ده 4 حروف، فلو عملت اد برضه هيقابلك نفس المشكله. فاحنا ممكن نقلل في الفاليديشن نفسه، نخليه من اول 4 حروف مش 5. عملنا كده اد، كده الاليرت شغال. عملت هنا اوبو اد، الراجل ده ضاف. ممكن نهندل الاليرت بطريقة تانية مختلفة، ان احنا ممكن ندخل مثلا هنا نهندل بقى الاليرت بأي طريقة. يعني مثلا ممكن نيجي مثلا فين انا ممكن نعمل حركة حلوة قوي. يعني ممكن اقول لك تعالى نعمل حركة حلوة قوي وانت تبدأ تهندلها على باقي الايه الزراير بتاعته. احنا ممكن او باقي الانبوتس يعني. ممكن الاليرت ناخد الراجل ده كده. دي طريقة يعني هي ممكن انتوا تجربوها، ان انا اقول للراجل ده كده هاته دوت. تقريبا انا اقدر امسك البليس هولدر بتاعته صح. يعني لو جيت هنا كده وقلت له مثلا البليس، ممكن احنا دوت الفاليو دوت، يبقى دوت البليس هولدر بتاعته. احنا بس انا اتاكد من الكلام دوت. يعني احنا ممكن هنا نيجي في الانبوت، انا مش عارف هل ده هيبقى صح ولا لا، بس احنا ادينا بنجرب. احنا ناخد كلمة بليس هولدر دي ونقول له ايكوال، يدخل جوه البليس هولدر دوت. مثلا نقول له ايكوال يحط سترينج مسج مثلا ان فاليد. هنجرب. دوست على اد قال لك ايه؟ invalid. وممكن تغير بقى لونها مثلا او تعمل بقى فيها اللي انت عايزه يعني، مش تفرق. ممكن تغير في البليس هولدر ده وتخليها ليها لون والكلام ده كله. بس انا بقول لك هنا عشان لو انت حبيت تهندل ايرور ففي اكتر من طريقه. ممكن تعملها بسطر تاني تحته وكل الكلام اللذيذ اللي انت عايزه ده، ولكن كله في الاخر هيأدي نفس الايه الغرض يعني. طيب دوست اد نفس الكلام وهكذا، هيفضل عندك نفس المشكله دي. طيب فده كده كان فيديو الكراد. انا عارف ان الفيديو طويل جدا، ولكن دي تاسكات من التاسكات المهمه قوي، لان يعتبر معظم الشغل بتاعنا الاي كوميرس هتلاقي كله عباره عن كراد سيستم. فالفكره واحده في كله، باختلاف طبعا التفكير نفسه. ممكن ناس تعرف تعمل دوت عادي بطريقه احسن مني بكتير اعتقد يعني. انا مش عايز اطول عليكم الفيديو اكتر من كده لان الفيديو فعلا طويل. محتاج بس ان انت كل جزء انا هبقى فاصله لك زي ما حددت في اول الفيديو. كل جزء توقف عليه وتبدا تطبق لوحدك من غير ما تبص على الكود، وتبدا توقف وتطبق توقف وتطبق عشان تفهم فكره الكراد كلها. ما تتفرجش على الفيديو كله مره واحده وانت مش فاهم اي حاجه وشغال ورايا وخلاص. لا، طبق واحده واحده ورايا. الفيديو مدته كبيره جدا انا عارف، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اقسمه لك سكاشن من جوه بحيث انك انت الدنيا تبقى معاك اسهل يعني. فحاول بقى انت على قد ما تقدر كده خليك ماشي معايا جزء جزء، تطبق عليه تفهمه كويس، تشوف لو في طريقة تانية افضل انت ممكن توصل لها. وتبدأ ان انت تشتغل على نفسك في الجزئية دي لان هي مهمة جدا.
اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، واستنوني في فيديو جديد باذن الله هنطبق فيه على ليفل اعلى بكتير في التطبيقات على الجافا سكريبت.